كده احنا تاني يوم الصبح قبل ما اشوي الفراخ قلت اعمل كده ايه البسبوسه عشان ايه تبرد كده ونعرف ناكل منها. اول حاجه انا هعملها هحط ظرف فانيليا عشان تديني ريحه، يعني هي الزبادي هيخليها ريحتها حلوه خالص. ودي كيس بيكنج باودر، الشكل الجديد بتاع البيكنج باودر كان لونه ازرق، عملوه اصفر. مالكمش دعوه بالاصوات اللي بتسمعوها. نخلط ده الاول في بعضيه. ايه رايكم؟ دي بسبوسه اكياس اهي، جايباها من عند واحده صاحبتي وجوزها بتبيعها اسمها ايز فود. دي البسبوسه دي فيها جوز هند وفيها كل حاجه وبتبقى طعمها خطير بالزبادي وبالميه برضو على فكره. انا بقى هعمل بالاتنين. ادي كده اهو. انا ايه نسيت حاجه، قبل ما نحط الزبادي هبسها الاول بالسمنه. ماشي نحط معلقتين سمنه في الطاسه هنا، دول معلقتين سمنه بلدي. تمام، هنزل بيهم كده وبعد كده هكمل زيت. هعملها تست طعم كده مختلف باللحمه. بس لغايه ما تلاقيها عامله زي الرمله. وشغلت الفرن، جايب المبدا اي حاجه شغلت الفرن. هي عايزه حاجه بسيطه بس زيت عشان تدينا طعم حلو، زيت خفيف. شرط اساسي عشان تطلع معاكي البسبوسه حلوه لازم تبسيها بالسمنه والزيت الاول. الماده الدهنيه يعني الحاجه اللي سوى سمنه بس او زيت بس زي ما انت عايزه تعمليها بالزيت ايه بالماده الدهنيه الاول، تغلفيها وبعد كده تنزلي عليها باللبن او الميه او الزبادي اي اللي كنت عايزه ايه تعملي بيه. اهو انا هنزل على الزبادي. ادي اول واحده ده تنزل. دي تاني مره اجربها بالزبادي وتطلع طعمها حلو. افتحت منين يا بطه؟ البسبوسه تبسيها وتحطيها ايه كده. انا محطتش فيها سكر نهائي، وانا محطتش فيها ايه سكر نهائي. هي دي فيها سكر، البسبوسه الاكياس بيبقى فيها سكر. وداخل خلاص كده انا غلفتها بالزبادي. محتاجه سنه لبن او سنه ميه، يعني قيمه مالي كوبايه بتاعت الزبادي. يا اما تحطي 3 زبادي، انا حطيت 2 زبادي وواحده ميه او لبن. بصوا حلو معايا. اروح ايه اجيب الصينيه. احنا ممكن نحط الباقي ده مش هيعمل اي حاجه. تطلع حلوه بقى. انا بحاول اظبطها معاكم عشان اديكم مقادير مظبوطه، يبقى المقادير كده هي ايه اتظبطت خالص. يبقى 2 زبادي وواحده تاني ميه او لبن او 3 زبادي. لو انت بتحبيها سايبه وهريسه شويه حطي المج الميه، لو تحبيها ماسكه نفسها حطي ال3 زبادي. اهي بس كده. انا حطيت كيس البيكنج باودر كله. واجيب صينيه زي كده، اي صينيه عندك، لو حروفها واطيه يستحسن. انا عندي بس انا بحب اعمل في دي. واروح نازله بيها كده المعلقه. نجيب معلقه سيليكون عشان تنزل لنا كل حاجه تنزل منها.
اهي. لازم الفرن تبقى سخنه وتنزليها على الفرن على طول. دي تاني مره اعملها زي ما قلت لكم بالزبادي، بصراحه خطيره 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 خطيره. توزعها كويس. ايوه زي الفل. بتلحق كده عشان تطلع ايه من جوه ما فيهاش فراغ. بس كده هنحطها على الفرن اهي. نحطها في الفرن على درجه حراره 180 بس كده. هنا تعالى نعمل الشربات. هنا دول مجين ميه اهو، مجين ونص. لو انت بتحبيها طريه شويه يبقى مجين ونص. هنا هحط ايه؟ هحط مجين ونص سكر. ادي واحد، اتنين، وادي النص. يبقى مجين ونص ميه ومجين ونص سكر ونص عصرة ليمونة. السكينة بس نعملها بالعسالة عشان ما يقعش فيها بذر وايه، ونمرر الشربات. خدها عصرة ليمونة. حصل خير. تمام تمام. الشربات يبقى سخن والبسبوسه تبقى سخنه وايه، تسقيها بالشربات. والشربات بتاعها بيبقى خفيف، ميبقاش تقيل ابدا زي الكنافه. الكنافه لازم يبقى تقيل ومسقع. دي ايه، عايزينه خفيف وسخن. تعالوا بقى نحطوها على النار سيبوه 10 دقايق وبعد كده ندفع عليه. اهو ولعت عليه يغلي غلوتين واروح طافيه عليه. لازم الشربات يبقى خفيف، فانا يغلي غلوتين واروح طافيه عليه، وتكون البسبوسه يا دوب الجناب بتاعتها حمرت. تولعيها الشوايه وبعد كده مجرد ما تطلعيها من الفرن تسقيها على طول. اهي خلصناها نطلعها. حصل وماشي. بصوا انا خلصتها وبعد كده ايه، شغلت عليها الشوايه 3 دقايق بس. اللون اتظبط. بصوا الريحه جباره بالامانه، يعني بالامانه انا مش بكذب، الريحه باينه بتحكي عن نفسها. بتحكي عن نفسها. اسمع الطشه دي. الريحه بتذيع عن نفسها. بتتكلم عن نفسها. بتذيع. طبعا احنا مش هنروح يميها خالص دلوقتي غير ما تبرد نهائي. هنحط كل الشربات وهتشرب. حطها في الثلاجة بس مليانة. بعد ما تبرد خالص حطها في الثلاجة لمدة ايه 10 دقايق، نص ساعة ساعة. ايوه بعد كده نبدأ نخرط منها وناكل عادي تبقى سكرت. في ناس طبعا تحبها سخنة عادي، بس الطعم هيبان اكتر لما تبرد. وكمان بتفتفت هي بالسخنة. ايوه بتفتفت جامد. بصوا اللون. بصوا اللي مستنية البسبوسة دي مستنية ايه. بصوا قاعدة على الرخام. حتى لايك يا بابا. باي. مستنية ايه طيب؟ مستنياها تحب البسبوسة بالزبادي؟ مستنياها بالصبر. الصبر. كمان ماما هتجيب لي زبادي تعمل فراولة. اعمل لك زبادي بالفراولة؟ لا هجيب لي زبادي. انا عندي زبادي في عندي فراولة في الفريزر. اجيب زبادي واعمل لك في الخلاط؟ يبقى ايس كريم. ماشي. هنشوف فراخ في الشارع. طبعا اللي ما شواش فراخ في البيت يبقى ما كلش فراخ مشويه قبل كده. ادي الفراخ اهي تبلتها ونتبلها وبيضت، ونعملها بسنه زيت عشان نسيت احط فيها زيت. بصوا لما تعملوا الحركه دي. علمها لي جوز الحركه دي. لما تعمليها كده طلع ايه الدخان، او الريحه تطلع مع الدخان. هوي بالطبق.
ده احنا شوينا واكلنا وحطينا على الطبليه. بصوا دي طماطم بالخلطه اللي انا كنت ناجعه فيها الفراخ، ودي الفراخ. شايفين الدبس رمان مدي منظر كده اسطوره. ودي طحينه بليمون. دي كانت الورك كامل لوحده. كلتي لورك؟ طب يلا كملي يا جماعة احنا بس كملي. كان في ضيوف كان منهم بس مشيوا. كان في 3 ناقصينهم بابا طب خلاص عشان يعرفوا. عشان يعرفوا. ماشي. ودي بقى الفراخ. ماشي. وعليهم موتونا بيهم. هما 3 دول كانوا ناقصين. قولي لهم. طب قول لهم القعده ناقصاكم. هما 2.